السلام عليكم يا صباح السعادة حبايبي متابعيني. النهاردة كده جايبة لكم النهاردة وصفة حلوة وجميلة، هي الرقاق. أنا عارفة ممكن أكون اتأخرت فيها، بس احنا عندنا مشكلة في النت هنا في الشارع، فده اللي مأخر. معايا كده نسمي الله ونصلي على الرسول. معايا كده أربع كوبايات من الدقيق بالمكيال اللي أنا بعبر بيه ده، مفيش أكتر منهم طبعا. دول حوالي نص كيلو او اكتر من نص كيلو، 50 جرام مش اكتر يعني. همسكهم كده نخلهم، واحط لهم معلقه صغيره خالص ملح، معلقه نشا، ورجعت زودت كمان معلقه نشا لما حسيت ان هي قليله. طبعا النشا ده سحر في العجين، سحر سحر سحر. هيخلي الرقاق معاك جميل جميل جميل، مش هتندمي عليه ابدا. وهيسهلوا عليكي في التبطيط، هيسهلوا عليكي في الفرد، هيسهلوا عليكي في الخبيز، هيسهلوا عليكي في كل حاجه. هيخليه معاكي زي بصوا، زي ورقة السجارة كده، زي ما احنا بنقول كده بالفلاحي. جيت العجينة كانت لقينا معايا، هم دول اللي فوق ال 500 جرام الدقيق اللي انا عملتهم، يعني حوالي 550 جرام بس. جيت حطيت شوية، انا طبعا انا اوزن العجين بس، لكن اللي انا هعجنه كمان العجينة، لكن اللي هفرد عليها مش هوزنها، لان الرقاق اساسا بياخد دقيق في الفرد، اللي محتاج دقيق. مش انه رقاق او كريب او عيش كريب ممكن ابقى بطاطا على زيت، لا هو من غير زيت خالص، من غير اي حاجه. عجنته ولتته لت جامد، نجاح العجينه في لتها بالزيت. وعشان تلتها حلو لتها على ترابيزه او على رخامه. والاحسن لو عندك عجان ممكن تلتها فيها. انا عندي عجان، لكن قلت اعملها معاكم علشان خاطر نجاح العجينه في نجاح الرقاق في عجنه. فعجنتها معاكم وهي كانتش مستنيه نطلع عجينه وسخ. مسكتها كده قطعتها زي ما انتم شايفين، طلعت معايا ملساء، النشا مخليها ملساء خالص، مخليها جميله، حاجه كده عامله زي الحرير، ناعمه في ايدي، بتطلع بسهوله بكل سهوله. مسكتها كده فردتها، بتفرد معايا سهل خالص خالص خالص. حطيت شويه دقيق وحطيت بقى فوق منهم كمان شويه كمان. طبعا هو بيعتمد على الرقاق ده على الدقيق. فرده بيعتمد على الدقيق، واللي يقول ما بياخدش دقيق يبقى كده ايه، مش صح خالص. لان احنا لا حط لها زيت ولا اي حاجه، فاللي هيمشيها الدقيق. كده كده هي عجينه وبتشرب دقيق. طبعا ما لينهاش عشان تمشي معايا كويس. مسكتها كده فردتها زي ما انتم شايفين، كل اتنين على بعض، او كل واحده لوحدها. اللي مش متمكن يعمل واحده بس، المتمكن ممكن يعمل اتنين، ويراعي الدقيق اللي هيحط، كميه الدقيق الوفيره اللي هيحطها بينهم الاتنين، او هي واحده وعشان نوفر الدقيق. انا بس لازم اعمل الطريقتين. هو بصوا شايفين يا جماعه العجينه بتمشي، اللهم بارك في ايدي. بصوا، مش عايزه اقول زي الملبن، والله العظيم زي السحر. ومشيت كده على الطراف، بتمشي معايا، بتبقى رقيقه جدا جدا لابعد ما تتخيلوا. انجح طريقه رقاق هتقابليها هي الطريقه دي، واسهل طريقه وما بتتعبش. وانا شغاله كده حطيت صينيه على النار، عندي صينيه كبيره اللي هي مقاس 40 في 40 او 40 في 50. حطيتها على النار كده على ظهرها، وراء ان البوتاجاز يكون عليه متغطي بورق فويل او اي حاجه، علشان خاطر كتمه النار ترد في السلستين تبوظه، او نحط لها اي حاجه، المهم النار ما توصلش للبوتاجاز عشان ما يبص مننا. انا قدامكم الفويل اهوت، هتلاقوا لونه مغير، لان انا كنت عامله قبل كده رقاق، بس الطريقه ما نجحتش معايا قوي. فعملته تاني. فهو اللي عامل في البوتاجاز كده، فالراعي انا خايف بس على البوتاجاز اهم حاجه، لان السلastين ممكن ما يتعودش بتاع البوتاجاز. مسكته كده، بصوا انا ماشيه على الحروف بس، هو بيمشي معايا بكل سهوله، بيفرد معايا سهل خالص خالص خالص. شوفوا يا جماعه، انا واقفه شغاله، والله العظيم انا مسافه ما عملتهم ما اخدوا معايا نص ساعه بتسويتهم، والله ما كملوا. يعني بصوا والله انا ما ببالغ في اي حاجه. انا شغلت النار جنبي، وانا واقفه افرد واحط افرد واحط. انا لو ركنتها مش ضامنه اشيلها الاقيها ازاي، لان انواع دي بتختلف عن بعضها. وعلشان انا هقول لك على نوع معين هيكون موجود عندك، لا هيبقى انا كده بضحك عليك. اي نوع هيمشي معاكي، انت بتقولي للراجل بتاع العلافه او اللي بيبيع الدقيق او اي حاجه، اقوله انا عايزه عايزه دقيق رقاق، هو هيفهم وهيديكي دقيق للرقاق. عايزه دقيق فطير اديكي دقيق للفطير. هما بيبقوا عارفين الانواع معاهم ماشيه ازاي، بيبقوا فاهمين كويس او هم شايلين ايه. انا عندي دقيق النجوم بجيبه على طول للفطير للقرص لحاجات من دي، لكن انا للرقاق لو جبت النجوم هيتعبني، ومش هيفرد معايا بسهوله، هيتعبني جدا. فعشان كده جبت النوع ده اللي هو يعني بمعنى اصح متعدد الاستخدامات.
والنشا طبعا هيفتحه وهيخليه جميل وهيحوله خالص وهيخليهولك كمان ملبن في ايدك وانت بتشتغلي، طري طراوه غير طبيعيه. همشي على ما اخدش من جوه لبره، اخد من على الاحرف، وكده كده جوه هيجي معايا لوحده، وانا بشيله على ايدي او ما اعرفش اشيله على ايدي يبقى افرد على قد ما اقدر، وراعي الدقيق تحت منه. طبعا الرقاق غالي جدا بره جدا جدا، وعمره ما هيبقى بالنظافه دي ولا بالجمال ده، مستحيل. ولا انت تعرفي ايه اللي بيحطوا المكونات اللي بيحطوها عليه بره. بحط مسافه ما بحطه على الصينيه كده زي ما انتم شايفين، بتتبخر منه السوائل، بياخد لون بصوا في منت، في دقيقه. بص مش هتنهدوا. شايفين رقة الرقاقة على الصينية؟ مش عايزة كلام. طبعا السمر اللي في الصينية ده او الغمقان ده من الدقيق طبعا، لان الرقاقة بطلة دقيق. انا بقى معايا ورقة او حتة ناشفة ما تكونش بتلزق في النار، حاجة قطن، حاجة يعني ما تكونش فيها بلستر، واقوم جايه منضفه بقى الصينيه. انا جبت ورقه جنبي وبقيت انضف بقى الصينيه. انا بقيت ازحها كده على الرخامه جنبي لحد ما خلصت في الاخر بحته مبلوله لميته بكل سهوله، ولا متعب ولا بيضايق ولا اي حاجه. واذا كان بيعفر دي مش مشكله، انت عارفه انت بتجيب الحاجه ازاي وعاملاها ازاي. هنا بقى تاني يوم الصبح بعد ما عملته قمت بقى عشان اوريه لكم. الصبح كان نشف، لان وقت ما عملته تنه طري وقت طويل. العجينه دي ممكن نعمل بقى عيش التورتيلا او الكريب او الحاجات دي ممتازه. بصوا انا بفتحه معاكم واحده واحده عشان اوريكم النتيجه، واذا كان في حاجه مثلا متخرمه او كده ده ما يعيبش الرقاقه خالص، بالعكس ده دليل على انها رقيقه جدا 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 لابعد ما تتخيلوا. انا الرقاقه بصوا دي حرفتنا اساسا، لان احنا اهل فلاحين، فاحنا اللي بنعمله، احنا عمرنا ما اشتريناه. انا عمري ما اشتريت الرقاقه نادرا. دلوقتي بقى ده غلا الاسعار، ده ما ينفعش حد يشتري حاجه من بره. على قد ما تقدروا توفروا وفروا، ما بياخدش اي حاجه. شايفين الجمال اهو، مش عايز كلام. برجعه تاني قدامكم اهوت. بصوا حاجه كده اللهم بارك، الحمد لله ولله الحمد. انا مش عايزه منكم الا دعوه حلوه. بصوا شايفين النشفان. بصوا اكنه رقه سجاره، ورقه سجاره، رقيق جدا. مقرب للجلاش والله يا جماعة، والله مقرب للجلاش. معلقة النشا ديت هتخلي لك الرقاق في حتة تانية خالص. انا كده كنت بوريه لكم. انا بتأخر في الفيديوهات معلش، احنا عندنا مشكلة في النت في الشارع، ما بيحملش، حتى لو دخلت باقة التليفون ما تحملش معايا. وبصوا كده بقى اللي انا عملته قبل كده مريش انزل بيه، انا بوريه لكم اهوت. برضو ده كنت عملته، الدقيق جه معايا مش مظبوط، ما رضيتش انزل بيه. اتاكدت من الدقيق كويس الاول، وقلت اعالج الدقيق بايه، عالج الدقيق بايه، فعالجته بالنشا. فلقيت النشا اللي بيطلع الرطوبه من الدقيق، بيطلع اي حاجه، بيساعد على فرده، بيلون لونه كمان، بيخليه جميل زي ما انتم شايفين. فلقيت ان النشا مناسب جدا لاي حد هيشتغل فيه. يلا بقى ما تنسونيش بقى في دعوه حلوه، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. يلا بقى كده، سلام.